السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا واحترامنا لكل طلابنا في جميع الصفوف. الناس اللي بتسأل عن نظام البكالوريا كالآتي: المرحلة التمهيدية للصف الأول الثانوي للعام القادم، لعام نهاية 2025 بداية 2026، وتشمل المرحلة التمهيدية المواد الأساسية، مواد التربية الدينية، دي بقت مادة أساسية وتضاف للمجموع، اللغة العربية، التاريخ المصري، والرياضة. ووفقا لوزارة التربية والتعليم الفني، من المقرر أن يتم تطبيق نظام البكالوريا الجديد بديل الثانوية العامة على الطلاب الذين يدخلون الصف الأول الثانوي. الكلام ده ايه معناه يا سادة محترمين؟ ناس بتقول ان نظام البكالوريا ده ألغى الكليات والجامعات بعد الثانوية العامة، ولكن الكثير من الناس فاهم النظام ده غلط. هي الثانوية العامة، ولكن تم تغيير الاسم فقط لا غير بالبكالوريا، لأن هيتم اختيار الكلية اللي انت عايز تخشها من سنة تانية ثانوي، بمعنى تانية بكالوريا. يعني من سنة تانية هتختار الكلية اللي انت عايز تخشها. كلية طب هتضاف لك مواد الطب، كلية هندسة هتدرس في مواد الهندسة، كلية حقوق هتدرس في مواد الحقوق، وهكذا. يعني ليك حرية الاختيار، والكلية اللي انت هتختارها من سنة تانية بكالوريا، اللي هي التانية ثانوي عام. وليك انك تمتحن في السنة مرتين. الامتحان الاساسي طبعا والعادي اللي هو بشكل عادي بيكون في الشهر 5، ولكن لو في مادة جبت فيها مجموع قليل او سقطت فيها بشكل نهائي، ليك انك تمتحنها مرة اخرى في شهر 7. ولكن كل مادة هتمتحنها في شهر 7 هتدفع عليها 500 جنيه للمادة الواحدة. فالناس طبعا اعتقدت ان نظام البكالوريا ده نظام سيء، او ده نظام بيلغي الثانوية، بيلغي جميع الكليات بعد تالتة ثانوي، اللي هي تالتة بكالوريا. وبيتم طبعا تخريجك على كده، واللي بيروح الجهادية واللي بيروح الإصلاحية والكلام الفاضي طبعا اللي احنا بنسمعه على السوشيال ميديا. ولكن هو شكلا وموضوعا، يعني زي ما قلت لحضراتكم كده وبكرر لحضراتكم تاني، ان نظام البكالوريا ده بتختار الكلية اللي حضرتك عايز تنتسب ليها او عايز ان انت تدرس فيها. زي طب تختارها من تانية بكالوريا اللي هي تانية ثانوي. تمريض نفس الحكاية، كلية حقوق نفس الحكاية، كلية هندسة نفس الحكاية. وهينزل لك مقرر بجميع المواد اللي انت عايز، بجميع المواد اللي هي خاصة بالكلية اللي حضرتك بتختارها. وده مش معناه طبعا في نهاية او بعد اختيارك للكلية دي ان انت ممكن تغير الكلية بتاعتك بعد تالتة بكالوريا. وفي من الناس بيقول لك بقت 5 سنين، ولكن ده عامة شكلا وموضوعا مش كلام يعني رسمي ولا كلام مؤكد، ولكن هي ما زالت حتى الآن 3 سنين. فممكن بعد نهاية ال3 سنين أو ال5 سنين لو تصدق عليهم يعني من وزير التربية والتعليم، إن ممكن تنتسب لأي كلية تانية. ده كل الموضوع يا سادة يا محترمين، والله الموفق الله المستعان. وتحياتي واحترامي لحضراتكم جميعا. يا ريت نعمل شير ولايك على الفيديو عشان نوصله لأكتر عدد من طلابنا المحترمين، للناس اللي هي فاهمة نظام البكالوريا بشكل خطأ. وفي نهاية الفيديو، يعني مع إني بعيدا عن الفيديو، ولكن أنا مضطر يعني إن أنا أقول لحضراتكم أجمل ما في الموضوع إن تم إضافة مادة التربية الدينية للمجموع. يعني شيء فوق الممتاز. المفروض ده كان يتم من زمان. يعني أجمل ما في اللقاء وأجمل ما في الحوار إن مادة الدين دي بقت مادة أساسية وبتضاف على المجموع. وده بيزود نمو شبابنا لإدراك دينهم بوعي وبشكل كامل وبشكل طيب، وبيتم تنويرهم إلى دينهم. فتحياتي واحترامي لكل الناس المحترمين، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.